بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه العربي الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في ديوان ومرافق المرحوم عبد المهدي الجسائمي رحمه الله، وبارك الله بذريته الطيبة. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول قدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اجتمعنا اليوم مع هذه الوجوه الطيبة لإعلان بشرى سارة للجميع أنه قد تم وبحمد الله وبجهود مباركة وطيبة من عطوفة رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال بطاينة، قد تم استبلاغ قطعة أرض لإنشاء مقبرة في بلدة بيت يافا. ونترككم الآن مع عطوفة رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال بطاينة ليطلعنا جميعا على أبرز التفاصيل والإحداثيات بخصوص هذا الموضوع. بارك الله بكم جميعا، وأدام الله عليكم الصحة والعافية والخير، وأدام الله على هذا الديوان وهذا البيت العمار وعلى أهله التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى، وبعد. أبدأ بالسلام عليكم أيها السادة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبداية اسمحوا لي أن أتقدم من أخي بلال وإخوانه بالشكر على حسن الضيافة والاستقبال، ثم الشكر موصول لهذه القامات التي حضرت فأنارت، فشكرا لمن حضر ولمن حضر ولمن تجشم مؤنة السفر للالتقاء أو لتشريفنا أن نلتقي به في هذه الليلة المباركة. ثم أقول وبالله التوفيق. إن من مقتضيات الأمانة التي بينها الله سبحانه وتعالى ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم أن العمل العام لا ينبغي إليه إلا القوي الأمين. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقوة بلا أمانة ضياع للحقوق وتعسف في استخدامها، وأمانة بلا قوة ضياع للحقوق وسطو عليها. وعندما تشرفت أنني صرت رئيسا لبلدية غرب إربد،
أردنا أن تكون رئاسة بلدية غرب إربد لجميع أبناء غرب إربد دون مواربة أو محاباة لجهة على جهة، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدا على من سواهم. ولقد سبقنا من قال والله لو أن بغلة في العراق عثرت لسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. عندما تتحدث عن الولاية العامة تتحدث عن مسؤولية، وكلمة مسؤول اسم مفعول مش اسم فاعل، احنا فاهمينها غلط. كلمة مسؤول أنه واقع عليه السؤال بأنه سيحاسب، يعني أنه محاسب مش محاسب، مش أنه فوق أعلى واحد، لا، هو واقع عليه السؤال والاستجواب، وقفوهم فإنهم مسؤولون. ولذلك أردنا أن نكرس هذا المفهوم برامج عمل حقيقية، أن تكون هذه المنطقة بمكوناتها 11 بقراها بكل عشائرها بكل تفاصيلها أن تزدهي وأن تزدهر وأن تتسق في نسيج اجتماعي خدمي راق يطال كل الجوانب ضمن الإمكانيات وضمن القدرات. عندما نتحدث عن بيت يافا نتحدث عن النسب والمودة والصحبة. أقل شيء في تليفوني 500 رقم لناس من بيت يافا، درست أنا وياهم وتناسبنا احنا وياهم وجالسنا احنا وياهم. فإذا كنا نريد أن نحقق وحدة اندماجية بيننا وبين سمرقند وبيننا وبين الفلبين وكشمير، فكيف يمكن لهابط أن يجعل حدا بين كفر يوبا وبين بيت يافا؟ كيف يمكن أن نستوعب أن هناك فرقا وأن هناك فاصلا وأن هناك حدا بين الأهل والانسباء والأقرباء والأصحاب، أصحاب المصير المشترك؟ لو عطس واحد ببيت يافا أبو كفر يوبا يقول الله يرحمكم الله. أجينا للبلدية وجدنا تحديات كبيرة وكبيرة جدا. للأمانة كنت بحاول أحصل على معلومات من البلدية مشان أثناء حملة الانتخابية تقول للناس، تتحدث عن الناس، تضع برنامج، هذا البرنامج يتناسب مع متطلبات وحاجات واحتياجات الناس من الخدمات وغيرها. القضية ليست فقط متعلقة بالخدمات، لأن العمل البلدي فيه تطبيقات. قبل بيجي شهرين بدي اشتري سجاد بدارنا، فبقول للأولاد ولا تجيب متر تعمل لنا نقيس الغرفة قديش طولها وعرضها. وراح واحد تجيب المتر، واجا واحد من الأولاد قال لي هاي 460 ب 670. قلت له كيف يعني؟ قال لي على التلفون، معاه بالتلفون واحد زي هذا فتح أبصر الشور وقاس الغرفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا على التلفون. طلع فيه تطبيق بالتلفون احنا ما بنعرفلهوش، وطلع فيه بالبلدية تطبيقات أيضا ما عرفولهاش. كنا احنا مندلين على اللمبر وعلى المطر وعلى الحاوية وعلى الرقعة، بس تاركين البيئة والصحة والسلام العامة، تاركين أن البلدية هي مؤسسة خدمية، مؤسسة بيئية، مؤسسة دعوية، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة استثمارية، وهي كذلك رافعة اجتماعية. نسينا أن العمل البلدي ومن متطلبات واجبات رئيس البلدية أن يطل على قطاع التربية والتعليم، وأن يطل على القطاع الصحي، وأن يطل على كل التفصيلات التي تكون في منطقته. وفي عند الدول المتحضرة رئيس البلدية هو الشخص الأول في المنطقة، لا يعلوه إلا الدستور، لأنه يستمد هذه القوة من الشعب، والشعب مصدر السلطات. أردنا لهذه التطبيقات أن تعمل جميعا ونفجرها ونستغل ونستثمر الطاقات الكامنة والموجودة والمتوفرة ونفجرها ونوجهها لخدمة هذا المشروع.
الذي أسميناه مشروعا نهضويا إصلاحيا توعويا شاملا استهدف الارتقاء بالإنسان في روحه وعقله وجسده على حد سواء. احنا ما التقينا مشان نقول والله احنا في مقبرة، لأن المقبرة مش مفاعل نووي احنا سويناه ببيت يافا. المقبرة أقل حقوق الناس إنه يلاقي مقبرة إذا مات يقبر ميته فيه، هذه أقل حقوق، هذه ليست من، لكن احنا سبحان الله تعودنا إنه لما نحصل على الحقوق التي لا يساوم عليها نعتبرها مكارم. هذه ليست مكارم، هذه حقوق جدير بكل حي أن يكون أمينا على أنه لا يقولوا قبر. وأقسم بالله من سنة كل ما يموت واحد من بيت يافا قلبي بيقول أوه. ليش؟ لأنه بعرف أنه أهل الميت بده يظل يبرم بين القبور ببيت يافا للصبح تام أنه يلاقي مكان يلزق الميت فيه. ومن أقل حقوق الإنسان الذي بذل حياته من أجل إنسانية الإنسان إنه لا مات تلاقي له متر بمترين تحط فيه وتستر في عورته. القضية ليست متعلقة بهذا الأمر، القضية متعلقة بتكريس فكر وثقافة ورؤية تقول بأن هذه الخدمات هي حقوق وليست مكارم. إنه عندنا يكون شارع محترم هذا حق، ويكون في عندنا شارع نظيف هذا حق، ويكون في عندنا بيئة نظيفة هذا حق، ويكون في عندنا تعامل لطيف من قبل الموظفين ولازم الموظف يكون قاعد على مكتبه هذا حق. وأن نطلب الخدمات وتقدم لنا الخدمات هذه حقوق لا يمن بها علينا أحد. بس احنا تعودنا نيجي من تحت دائما انه والله جزاه الله خير يعني بارك الله فيه والله حط لنا لمبه عند الدار، واحنا مدينين ما دام انه صلح اللمبه مدينين في كل عام ان ننتخبه مره ومرتين بس لانه غير لنا اللمبه. يعني كانه هو من علينا من عطاء ورثه عن ابيه او عن جده وحط واضاننا هاي اللمبه. وهاي اللمبه لازم تاضي عند الناس. بحبشه في لمبات، وبغير السرحان في لمبات، وبغداد في لمبات، وبدمشق في بغداد في لمبات، وبكل العالم في لمبات. وهذه حقوق. نحن أردنا أن نكرس ثقافة الحق عندما تقدم الخدمة، أن تتعامل مع الإنسان مش على أساس والله العظيم أنني أحسن، إنه بيجي واحد بيحكي معك أقسم بالله كأنه مش حد شحده، كأنه مش حد شحده، يعني بتوسل، يعني بفرفك بيديه وبتلوى وهو بيطلب إيش؟ بيطلب خدمة. هذه الخدمة هي حق من حقوقه. الأصل أن تصلوا بدون ما يطرق الباب. وأنا قلت في حملة الانتخابية سيأتي يوم على أهالي غرب أربد يستحي إنه يتذكر إنه كان يطلب لمبة يوم من الأيام، لأنه هاي اللمبات ما بصيش نطلبها، والرقعات ما بصيش نطلبها، وتثبيت الشارع ما بصيش نطلبه، والنظافة ما بصيش نطلبها. هذه حقوق، ولهذا أنشئت هذه المؤسسة. والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة ليست خدمات مشكور عليها جمال البطائل أو من كان في معناه. هذه مؤسسة احنا نعطيها مصاري، احنا نعطيها قروش، احنا نعطيها ضرائب، احنا ندفع لها قروش، احنا ندفع لها مصاري، وبالتالي نحن نتلقى هذه الخدمة مقابل ضرائب احنا ندفعها. واحنا انتخبنا هذول الناس مش مشان ننحني امامهم ونقول لهم يا سيدي، انتخبناهم مشان هم قالوا انه بدهم يخدمونا، خلوا يفرجونا كيف بدهم يخدمونا. اما موضوعنا الاول فمقبرة بيت يافا. مقبرة بيت يافا كانت بالنسبة لنا هم، لأنه بيت يافا بلد كبير تحدث عن 20-25 ألف بني آدم، معناته يعني بلد كبير. وبالتالي من حقوق الإنسان إذا مات أن يوارى جسد الثرى. كنا بنبحث، صيحنا كثير بالوزارة، طبعا بعد شوي راح أعطيكم بريف عن البلدية. صيحنا بالوزارة حصلنا على 150 ألف دينار ل3 مقابر، واحد ببيت يافا وواحد بججيل وواحد بجمع. رغم أنه بالدورة السابقة سووا مقبرتين، واحد ببيت يافا غير صالح للاستخدام، وواحد بجمحة اندفع ثمنها 46 ألف دينار، بدها 200 ألف دينار طريق تصليها. والمعلوم انه احنا لما بدنا نروح نقبر ميت مش معقول انه يروحوا 4 يقبروه واحنا نضل قاعد الوادي نستنى تا يرجعوا من الدفن. احنا المفروض انه لما بدنا نروح نصف سياراتنا هناك، ويكون في مصف، ويكون في سياره، ويكون في مظله، وتوقف الناس تحتيها بالصيف من حر الصيف وقر الشتاء او المطر، وتتقبل التعازي. وهذه عادات واعراف احنا تدارجنا عليها، يعني في مواصفات المقبره.
وبلد بهذا الحجم وبهذا الكم تحتاج إلى مقبرة، يعني المفروض أنه تكون تنسجم مع الشروط بالحد الأدنى شروط المقابر. فصارعنا وتواصلنا، وإحنا إن حق إحنا بيت يافا، أنا بحكي باسم بيت يافا لأنه أنا رئيس بلدية. إحنا اعطينا وزارة التربية قبل 30 سنة بواسطة مخاتير بيت يافا 22 درهم عمرو في المدرسة، والزيت لا يحتاج يصحى وحرم على الجامع. لأنه إحنا بدنا نروح نشتري مقبرة، انعرض علينا أرض بيت يافا بده 33,000 دينار بالدنيا، يعني 50,000 تبعات الوزارة بيجيب لنا ذي المربع، وإذا بدنا نسورهن ما بيجيب لناش شيء. إذا بدنا نسور مشان نحفظ قبور الناس من عبث الإنسان والحيوان ما بيجيب لناش شيء. فإحنا اشتغلنا رغم أن جهودا بذلت، أنا مسؤول عن كلامي وبعرف أنه في ناس بتصور أن جهودا بذلت من أجل إفشال هذا المشروع من قبل شخوص أنا بعرف. إحنا مش بصدد ذكر الآن أحد، فكل يعمل على شاكلته، كل واحد إشي سخر حاله للخير وإشي يسخر حاله لغير الخير. وصلنا إلى أننا أخذنا موافقة، هاي الموافقة، هذا الكتاب، وهذا كتاب وزير التربية والتعليم الذي يقول هاك يا سيدي، هاك ماشي. هاي كتب المخاطبات اللي خاطب فيها الرئيس الوزراء. احنا بجوز رحنا 5 6 7 10 مرات، وكانوا معنا ناس وضغطنا واسترجعنا من أراضينا 8 دونمات. ولا تتفاجئوا، احنا كنا بالاول بدنا 4 دونمات مقبره، سويناها 8، تفاجئوا شيء نصير 6 بامر الله، 12 بامر الله. المخاطبات في 4 بدنا نضمن هذول هديه، هذول ناقوت العيد يا سيدي، باللحظات الاخيره. واحنا خلال شهر 7 باذن الله تعالى، خلال شهر 7 هذا الى منتصف 8 راح نباشر، او الى نهايه شهر 8 راح نباشر في تسوير المقبره، لأنه إحنا بدنا نسوي مقبرة، نسوي لها سور، ونودي نستغل الصرف الصحي ونظل نحط فيها تراب، لأنه هي منطقة فيها ميلان، تصير مستوى واحد، ونركها ونظبطها ونسوي لها باب ماشي، ونقول تفضلوا يا أهل بيت يافا هاي المقبرة. تحديد موقعها هي على مقربة من المدرسة اللي عند المركز الصحي، كان فوق المصنع تبع الحاوية. نعم شيخ. مش هيك الوصف؟ يعني أنا سامحوني من المركز الصحي إلى المدرسة، يعني أخذنا أحسن قطعة فيه. طبعا شيخ، هاي الأوراق المخاطبات هاي من أكثر من سنة وأنت تخاطب. إحنا مش بصدد بدنا ناس يسحجنا، لا بدناش حدا يسحج. احنا وصلنا الى هذا الموضوع وانتهى، وصار قاب قوسين او ادنى، بس احنا نباشر باذن الله تعالى. وهذا مش من ولا مكرمه، لا، هذا حق وهذا واجب. احنا قمنا بواجبنا وقدمنا الحق اللي علينا للناس اصحاب الحقوق، واحنا بالتالي ما خسرنا شيء. لانه لو بدنا نشتري، يعني اضرب 30,000 ب 12، انت بتحكي عن 360,000 دينار، وبدك أسوار وقصص بحوالي 50,000، أنت بتحكي عن 410,000 دينار. لا احنا قادرين نجمعهن ولا الحكومة مستعدة تعطينا إياهن، وكنا ممكن، عليكم السلام، وكنا ممكن يكونوا برا. هذا بما يتصل بموضوع المقبرة. لكن بما يتصل بموضوع البلدية. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا يا إخوان دخلنا البلدية ب 24/3/22 كان انتخابات، 23 غبنا، ب 24 الصبح داومنا. كانت بلدية غرب أربد ما فيهاش 3,000 دينار. سجلوا المعلومات، ما فيهاش 3,000 دينار، لأنه إحنا اشترينا 1000 لمبة مشان نسون لمبات الشوارع ب 3,500 دينار من محلات مصطفى الشرباتي بالزرقاء، وكتبنا له شك ب 3,500 دينار، رجع الشك 4 مرات.
كان ما في مصانع. أجينا على بلدية فيها 7 كابسات وفيها قلابين وفيها قلاب موديل، قلاب وتنك مي موديل 71، يعني كل جيال القلاب هذا تقاعد موديل 71، وفيها 3 بكمات بيشتغلن و2 مربطات بسلاك، وفيها 9 آليات مش مرخصات صار لهم 8 و9 سنوات، وفيها ليهن 6 شوفيرية معهم مش رخص من 4 و5 سنوات. أجينا على بلدية فيها ماتور رش واحد اللي برش بالدخان اللي برش الناموس لل 11 قرية ماتور واحد، فيها ماتور قص زفتة خربان واحد، فيها ماتور قص شجر بدون جنزير واحد، فيها كوبا، فيها كوبا، فيها 11,000 عمود واصل خط إنارة عليهن 9,000 وحدة، 4,000 شغالات و5,000 طافيات، فيها كوادر بشرية بلغت 248 موظف اللي فوق التوجيه 22، ونسبة الدوام عندهم لا تصل إلى 12%. ففي ناس ما كان يروح كل سنة مرة، في ناس كان يروح كل 6 أشهر مرة، في ناس كان يروح كل 2 شهرين مرة، في ناس ما كانوش يروحوا من مرة ويأخذوا رواتب. انت كنت لما بدك تروح تراجع البلدية بعد 11 ظنون تلاقي حدا. حتى الكوادر البلدية الناس اللي بيداوموا أو ما بيداوموش لم يخضع أي موظف من الموظفين لدورة تأهيلية أو تدريبية واحدة. وانتم بتعرفوا انه لا الجامعات بتقرر إدارة ولا الإدارة بتقرر إدارة، إنما المؤسسة هي التي تؤهل وتدرب وتكون موظفيها، هي المؤسسة. الآن تذكرنا سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح لما ربنا قال له اصنع الفلك راح يجيب شجر، قالوا له الكفار يا وين؟ قال بدي أجيب شجر أساوي الفلك. قالوا له شو القصة؟ قال بدي أساوي سفينة. قالوا يا عمي انت كيف تسوي سفينه من شجرنا؟ انت مش بتقول انه في لك اله وكذا؟ يا عمي روح خلي ربك يسوي لك شجر، احنا من شجرنا مالكيش. فسيدنا نوح اخذ من بذور اشجارهم وغرسها 70 سنه ثمنها طلعت، ومن شجراته سوى الفلك. فيبدو انه انت مطلوب منك ان تعود الى التاهيل والتدريب وتعود الى التوظيف والاستخدام، خاصة أنه التوظيف والاستخدام الذي تم عبر السنوات الطويلة الماضية كان على أساس انتخابي. يعني مين أنتم بتصدقوا أنه في بلدية غرب البيت في 2 مجانين من المصحة العقلية موجودين، تعينوا هم مجانين، وفي عميان، وفي مشلولين على الويل تشير، وهذول المشلولين بيشتغلوا بوظائف جسدية مش بوظائف يعني ممكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة وبيشتغل على الكمبيوتر، ما عندك مشكلة. ممكن انه يكون مشلول لكن هو بدنا مخه، بدنا عقله، بدنا ايديه، بدناش يجري، بلاش يكون ثابت. بس لما يكون هو عامل وطن ومشلول على الويل تشير ما بدري كيف. ممكن هذول عددهم 18 واحد. هذول على اساس الحالات الانسانيه تقول انه هذول لازم اخذناهم على التنميه الاجتماعيه، طلعنا لهم 186 ليره راتب مساعده، وجبنا ناس فتحنا بيوت، وجبنا مؤسسه، ناس فتحوا مؤسسه وفتحوا بيوتهم واشتغلنا وانجزنا، لانه احنا مش تنميه اجتماعيه، احنا مؤسسه معنيه بتقديم خدمات من خلال الموظفين والكفاءات والقدرات اللي بنتموا لها. جينا على قطاع الكهرباء، جينا اول شيء على قطاع المال. قلنا اهلا سعاده الاستاذ، قلنا بان المال، قلنا بانه احنا لما دخلنا ما كانش في 3500 دينار بالبلديه، ما كان عندنا. في عندنا مصنع ببيت يافا مكلف 2 دينار، كنت انا بحملتي الانتخابيه وارسلت معلومه انه مكلف 70,000، طلع مكلف 2 دينار.
بوشر بالعمل بإنشائه بال2009 واكتمل بال2013. ساهم في بنائه 5 منح، مر ب5 منح، اكتمل بال2013 جاهز للتشغيل، ظل رابض هناك على الربوة ماشي، وانتم عارفين التفاصيل. اجينا اول فاتورة احنا وقعناها شراء 60 حاوية، مش احنا اشتريناها، لقينا اللي قبلنا اللجنة اللي قبلنا مشترين 60 حاوية وعندهم مصنع المفروض يصنع كل يوم 60 حاوية، وهذول الحاويات عددهم 60 احنا دفعنا ثمنها. فشغلنا مصنع الحاويات بكفاءات وطنية أردنية لأولادنا من بيت يافا. كم واحد من بيت يافا إبراهيم أنتم؟ اللي بتشتغلوا بالمصنع ثبت وما ثبت الله بثبت الجميع بعدين. 3 و2 طاروا 5. بس اللي طار احنا ما لنا علاقة فيه، هو طار. 5 من هون و2 من هون و3 من هون و4 من هون، عددهم 23. ال23 استطاعوا انهم يشغلوا المصنع. هذا المصنع اللي كان فيه 4 موظفين يأخذوا 3000 دينار بالشهر وعاله لم ينتجوا شيء، هذا المصنع دخلوا ب186 ألف دينار بضاعة، المخرجات 20 عرباي و80 مجرود. هذا المصنع اشتغل بكفاءة، أول شيء حاوي وبعدين 5 وبعدين 10، حتى وصل إلى إنتاج وصل في بعض الأيام أكثر من 50 حاوي يوميا. هذا المصنع اللي كان بالنسبة لنا استحقاق أخلاقي، هذا المصنع ربح ب156 يوم، سجلوا الأرقام، 156 يوم سجل ربح صافي، غير أجار المكان وغير أجور الشباب وغير التأمين تبعهم وغير الضمان وغير الديزل وغير كل التفاصيل، ربح 382,027 دينار. ب156 يوم ربح 382,027 دينار. وفيما أعلم أنه من 1 ل 1/6 قديش 1 ل 1/6 عاملين حاسب لها 109,000 110,000 100 وشيء، 23 بدل الربح. اعطيني والله يا سيدي 110,043 دينار ليكون مجموع ما حقق المصنع من شهر 7 العام لبداية 6 السنة 501,061 ليرة. نص مليون دينار زائد 61 دينار زائد 1050 حاوية وزعت في غرب أربد. 1000 حاوية حقهن 200,000 دينار. وين محمد المحاسنة؟ قديش حق الحاوية بنبيعها؟ الحاوية الآن بنبيعها من 200 ل 220 200 ل 220 ضرب 1050 أنت بتحكي عن 220,000 دينار زائد 501,000 أنت بتحكي عن 700,000 دينار. يعني أنت حققت أرباح على الأرض، غير أنك شغلت الشباب وغير فتحت بيوت وغير أنك بطل هذا ملم للهمل وغير أنه أنت جبت كذراع استثماري للبلدية. وصل الدخل البلدي منه بأقل من سنة ب10 أشهر ماشي وصل قرابة 700 وشوي ألف دينار. هذه واحدة. 2 أجينا على فاتورة الكهرباء. فاتورة الكهرباء بال2019 ارتفعت فاتورة الكهرباء. أرادوا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن يرشدوا الاستهلاك. ترشيد الاستهلاك أنهم غيروا 2500 وحدة من وحدات صوديوم عالية الأمبيرية، يعني عندهم 250 و300 و400 واط إلى 100 واط و150 واط مشان يخفض استهلاك الكهرباء. فبلدية غرب أربد أخذت بال2019 2500 وحدة، غيروا 2500 وحدة
اللي فكوهن وين حطوهن؟ بالمصنع. ليش المصنع؟ لأنه كان مستودع المصنع. المصنع أبو المليونين اللي بيحقق أرباح 5 و6 و7 آلاف دينار يوميا كان مستودع، حطوه مستودع. جلسوا الجماعة وقرروا أن يوزعوا وحدات الإنارة المفكوكة والموجودة بالمصنع على الأعضاء. الأعضاء مشان يتقربوا من الناخبين زلفاء وزعوهن على الدور وقالوا لهم اعطي فلان 5 نيرات، بيجي بالرافعة بحط لك اللمبة على الدار. ربطوا على الدور 600 وحدة، ربطن على الدور على 600 دار. في بعض دور لقينا عليهن 14 وحدة، بعض دور 6 وحدات، بعض دور 8 وحدات. بعض الناس اللي مدوا خط من الإنارة على الدار مشان يضيلوا الوحدة اللي باب داره أخذ سلك وربطوا على السيركت بريكر. نسبة الناس اللي استجروا التيار الكهربائي غير المشروع، يعني سرقوا كهرباء من خط الإنارة تبع البلدية وآذوا دورهم، تجاوزت 25%. ارتفعت فاتورة الكهرباء من 420 ألف دينار بالسنة إلى 1,200,000 دينار بالسنة. ارتفعت فاتورة الكهرباء. أنا الآن عندي فواتير، فاتورة شهر واحد بسنة 2020 فاتت على 86 ألف دينار بالشهر. 86 ألف زائد 9% غرامات تأخيرية بتفرضها عليك شركة الكهرباء لأنه بتدفعش، وبيجي بنك تنمية المدن والقرى بيسدد المبلغ عنك، وبنك تنمية المدن والقرى بيعامل البلديات زي أمريكا بحرب الخليج. بقول ودينا لكم صاروخ ب 272,621 دولار و25 سنت، ودوه. ما هم اللي بحسبوا، ما يقولوش عندهم. هذه الفاتورة 86,106 دنانير اللي هي عن شهر 4 2020 صادرة عن شركة كهرباء محافظة أربد. هسه بدك تزيد عليها 9% غرامات تأخيرية زائد 15% فوائد، بتحكي عن 24%. ال 24% من 86,000 أنت بتحكي عن 20,000. 20,000 زائد 86 106 ضرب 12 تحكي عن 1,400,000. 1,400,000 ما قيمتهم بالنسبة للموازنة العامة. نسبتها الموازنة العامة كانت 4.2 مليون. لما بتقيم انت 1,200,000 من 4.2 مليون، اذا انت استنفذت 27% من الموازنه قبل ما يفوت علينا راح الكهرباء. ماشي يا سيدي؟ اجينا نعدل هذا الاختلال. اول شيء نزلنا من الشبكه 7,000 وحده، وكان ثمن هاي الوحدات 520,000 دينار. هاي الوحدات اللي ركبت ببيت يافا وبكل المناطق مكفولة 7 سنوات، معزز بواي فاي. بنقدر احنا نرفع الكهرباء او نصغرها، يعني بنقدر. في عندنا برنامج، مش احنا، وزارة الطاقة عندهم برنامج بيقدر يرفع الإضاءة، كمية الإضاءة أو ينزلها. وركبناهن بقدرات 3. الشوارع الصغيرة والدخلات 40 واط، الأكبر منها 60 واط، الشوارع الرئيسية 80 و100 واط، ما فيش أكثر من 100 واط. نزلت فاتورة الكهرباء، وقطعنا طبعا عن الأخوان اللي مادين سلاك على دورهم 600 واحد قطعناهن. كنا نقطع بالليل سلك الكهرباء، المفروض انه هذا يطفي اللمبة اللي على ظهر الحيط، بس كان يطفي المطبخ والحمام لأنه الأخ استجر التيار وين وداه؟ على السيركت بريكر. ومرات بتتفاجأ انه بيصلي الصبح بالجامع. عندنا كيف الحياة هاي؟ يعني مرات انت بتتفاجأ انه اللي مساوي هيك حريص على ان يؤدي صلواته في جماعه. يعني مشكله هاي يا اخوان. بهاي الطريقه نزلت فاتوره الكهرباء من 1,200,000 دينار الى 420,000 دينار بالسنه. قديش نسبه النزول؟ 800,000 دينار. ولذلك سجلوا علي الارقام. من عام الدمج سنة 2001 تم دمج بلديات غرب أربد في بلدية غرب أربد، كفر يوبا وهامونات في اللي من لما اندمجن للآن. وشركة كهرباء محافظة أربد بتلحق البلدية بين ربع مليون و650,000 دينار بالسنة. كيف بتلحقها؟
احنا مين اللي بلم بدل النفايات من المواطنين؟ شركة الكهرباء. ربعنا قديش فرضوا على مواطنين غرب اربد؟ 3 دنانير على فاتورة الكهرباء مقابل النفايات. مين بيجبيهن؟ شركة الكهرباء مع فاتورة الكهرباء. قديش هذول بدخل لبلدية غرب اربد؟ 462 ألف دينار، 462 ألف دينار بالسنة. بال 462 ألف دينار كانت شركة الكهرباء تأخذهن وتلحقنا ب 600 ألف مشان تشمل 1,200,000. في أول مرة وأنا مسؤول عن كلامي لحقنا شركة الكهرباء السنة، يعني السنة هذيك اللي مرت قديش؟ ب 231,160 دينار. بدل ما كانوا بالحد الأدنى يلحقونا بربع مليون، لحقناهم 231,160 دينار. قديش بالحد الأدنى الفرق؟ الفرق 231 زائد 250 بيساوي الفرق اللي نزلته بس الكهرباء. ولذلك احنا حققنا وفر يتراوح بين بالحد الأدنى بين 500 و800 ألف دينار بالسنة الواحدة في إطار ترشيد الاستهلاك. رحنا على الديزل، عندنا آليات وهي الآليات بتشتغل. الديزل روحي على الديزل يابا، لأنه هذا بده بيان. إحنا عملنا دراسة حقيقية بتقول إنه بتقول إنه إذا نظرنا إلى استهلاكنا من الديزل للآليات 2013 و14 و15 و16 إلى 2022، إحنا بدنا نقارن بس بين 21 و22 أو 20 و21 و22 لأنه بدناش نروح بعيد. إذا أخذنا بعين الاعتبار الفرق في أسعار الديزل التي تفرضها الحكومة، مش احنا كل شهر في عندنا تسعيرة. إحنا لما أجينا بال 2013 كان سعر لتر الديزل الواحد 68 قرش ونص، بال 14 67 قرش ونص معدل هذا، بال 15 41 قرش، بال 16 45 قرش، بال 17 48 قرش، بال 2018 60 قرش ونص، بال 19 61 ونص، بال 20 61 ونص، بال 21 55 قرش اللتر الواحد، بال 22 89 و5 بالعشرة 89 ونص. يعني قديش كان الفرق؟ يعني كان الفرق باللتر الواحد بين 55 قرش و89 34 قرش ونص تقريبا. يعني 34 قرش ونص من 55 بيساوي الثلثين تقريبا. فلما بتطل على انه انت عندك اليات قاعده تشتغل شفتين، انتم ما بتشوفوا كابسات ببيت يافا الساعه 11 و12 بالليل؟ تشوفون صح؟ مش في عندنا نسبه نظافه ملموسه صح؟ في نظافه ولا زي اول احنا بعدنا في ملموس ماشي. الان انت لما بتقول انه بلغت استهلاك بلديه غرب اربد من الوقود بال 2021 159,983 دينار سنه 2021 159,983 دينار لما كان سعر الديزل 55 قرش، وكان الآليات يشتغلوا شفت واحد. ب 22 احنا قلنا 10 اشهر، ب 22 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 9 اشهر قلنا. ب 22 ارتفع الديزل بالثمن 34 قرش اللتر، وتضاعف عمل الآليات لأنه صارت تشتغل شفتين، ونزلت الفاتورة من 159,983 إلى 148,627. حققنا وفر، هذا الوفر وصل 39,352 دينار، 39,532 دينار الوفر بثمن الديزل. الوفر بثمن الديزل رغم الارتفاع ورغم انه احنا بنشتغل شفتين. خلصنا من الديزل، نروح على الصيانه. بلغت كلفه الصيانه للاليات، انا داري الاليات وين بقت تشتغل اياها، الاليات المصيونه. لو افرجيكم بكم سوم بتقولوا يعني مش معقول. احنا لو اننا بهايتي بالشيش مربط الماتور بسلاك تبع طوبرجيه، لا قزاز ولا بسكر الباب، بظل قاضبه هيك ببطه ماشي، شاد ببطه الباب
انفتح ايده فتح الباب. ها، كانت تلامس الصيانة الشهرية تصل إلى 12,000 دينار الشهرية. في عندنا إحنا ما وصلناش لا 12,000 ولا 7,000 ولا 5,000 بالسنة، لأنه في عندنا سيطرة على موضوع صيانة الآليات. اللي بدي أقوله إنه إحنا اشتغلنا باتجاهين. الاتجاه الأول ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك، طيب في ناس بقوا ما يداوموش وباخذوا إضافي 200 ليرة بالشهر وما بيداومش، هذول وقفنا الإضافي تبعهم وجبناهم صاروا يداوموا. وتتفاجأ إنه اللي بقى كل 4 أشهر ما يجيش مرة على البلدية، هسه كل يوم الصبح يفوت على الرئيس قائمة، لأنه كلياته صار إلكترونيا مشان للمحاكمة. هذا جاي الساعة 8:06. عارف يعني قديش متأخر؟ دقيقة، لأنه بالقانون بصح له يظل 8:05 ويطلع 3:05. فما دام انه اجى 8:06 معناته هو متاخر دقيقه. اللي بقى 4 أشهر ما حداش يفقده قاعد بنفقد اذا تاخر دقيقه. تم تركيب اجهزه مراقبه الكترونيه، لانه في عندنا 12 حارس كانوا موظفين، هذول مش موجودين، شيء بالامارات، شيء مسجل بابصر وين، شيء فاتح مصلحه ابصر ويش، هذول مش موجودين. فاحنا حولناهم ورمجنا بعضهم وعدنا الترتيب وحطينا المراقبة الإلكترونية. المصنع فيه 37 كاميرا، وين بتكون؟ قدام، ورا، فوق، تحت، برا، جوا، بالشارع، بتكون على التلفون تبعي. بس افتح التلفون وانا قاعد وين ما اكون بشوف المصنع ومين بتحرك فيه. وكذلك المحطات 10 8 مناطق والمركز والمصنع كلياته مراقب 100%. اجينا على بلدية ما فيهاش كمبيوترات، بتصدقوا انه في كمبيوترات بعدها بنتيوم 2. فاشترينا، قديش اشترينا يا عمي فؤاد؟ 26 جهاز و26 طابعة، وفي نواسخ مشان الكادر الإداري، مشان تأهيل وتدريب ومشان التوظيف. رجعنا موازنة 2022 اللي كانوا رافعينها الشباب اللي قبلنا وضمناها 33 وظيفة، لأنه إحنا بالكادر الموجود ما نقدرش نسوي بلدية. الكادر الموجود غير قادر إنه يقدم خدمات للناس. الكادر الموجود تعبان، مدمر نفسيا ومدمر فكريا ومدمر وظيفيا ومدمر يعني عمليا مدمر. فوظفنا 33 وظيفة، 6 مهندسين بباشروا خلال كم من يوم، 10 حدادين باشروا بالمصنع، لأنه احنا أول ما شغلنا المصنع اشترينا خدمات، سوينا لهم عقود احنا، بعدين احنا قاعدين بنوظفهم شوي على دفعتين أو على 3. مساحين، محاسبين، مراقبين، مهندسين تبعين حاسوب، مشان ننتقل من ما تروح على الموظف وتستنى 4 أيام توقع ورقة إلى إنه بدك تصير تحصل على الورقة وأنت قاعد بدارك. طبعا هاي لأنك تصير زي بلدية دبي، يعني من علامات الساعة الكبرى أنها تظبط. بس إحنا راح نظبطها إن شاء الله، راح نظبطها. اشترينا مشان 3 بيكمات، عندنا 3 بيكمات، واحد ببيت يافا وواحد بكفريوبة وواحد مع الرئيس والباقيات ساقطات. اشترينا 5 بيكبات مشان يكون ببيت يافا في بيكب وموديل 23، وبالمصنع في بيكب وموديل 2016، وبكفريوبة في واحد 23، وبسوم في واحد 23، وبجنجيل في واحد 23، وبدوقرة في واحد 23. لأنه مش معقول بلدية بهذا الحجم وفيها ناس بهذا الحجم ما فيهاش سيارة. مش معقول إنه إحنا ما عندناش قلاب، مش معقول إنه ما عندناش تانك مي. فاشترينا آليات اللي هن باكو لودر 83,000 دينار، 5 بيكمات 129,000 دينار، سيارتين كهرباء 50,000 دينار. إحنا عندنا سيارة موتى واحدة لل11 قرية، وخلف الله على جمعية ببيت يافا مرات بتفزع، ومرات عماد العزاب بفزع، ومرات أبو الطيب بفزع، ماشي بودونا، لأنه مرات بموت عندنا بالفرد الواحد 5، وإحنا عندنا سيارة واحدة. شو بدنا نساوي؟ فاشترينا، قابلت رئيس الديوان الملكي أنا وواحد مش ضمن الجولة اللي راحوا فيها الشباب، صح يا عمي بلال؟ لا مش الجولة. أنا ما رحت معاكم.
ايوه نروح الرحال. فقابلنا رئيس الديوان الملكي ورئيس المبادرات، وتبرع باسم جلالة الملك بسيارة موديل 23 هذاك صافة، واللي هاي عليها من فوق اخضر وما شاء الله عنها وكالة يعني اللي بيودوها على المقبرة بجوزها يعني. السيارة الجديدة بيكون وضعه مختلف عن الناس الثانية. سيدي، عززنا اسطول السيارات تبعنا، اشترينا ماكينة ليزر قص ليزر للصاج مشان يكون يعني مصنعنا 100% نموذجي ب40,000 دينار. اشترينا مقصات مشان الزفت مشان الترقيع، اشترينا مدحنة، اشترينا مولد كهرباء، اشترينا حفار مشان بدنا نحفر ل2000 شجرة بالجزر الوسطية إن شاء الله. اشترينا حفار وراح يباشر قريبا جدا. شغلنا مصنع الكندرين. مصنع الكندرين بس معلومة، مصنع الكندرين صانع فيما مضى 102,000 حبة، 100,000 حبة كندرين و2000 هذول حسب الكتالوج لازم ينحط فيهم 333 طن اسمنت. قديش؟ 333 طن اسمنت. المصروف 4,600 طن. الرقابة أحد المحاسبين من 2001 لل 2020 ما كتبش ولا وصل بالبلدية إلا بليرتين، يعني كان يلم له. وين الرقابة كانت يا سيدي؟ وين الرقابة على الموظفين اللي ما كانوش؟ انت بتعرف انه في موظفين لما اجينا رجعوا على البلديه داوموا يتعرفوا على زملائهم ما بيعرفوهمش، ما عمرهمش التقوا بالبلديه، وهذا صار له 15 وهذا صار له 10 وهذا صار له 8. على كل حال، اما وقد يعني اجى وقت الصلاه. سعيد انا والله بلقائي بكم. وين؟ في سجاد، في سجاد. احنا معيد سيدي عبد الله، سيدي الشيخ عبد الله برحلنا من القلب. بعدين لسه وين كمل. احنا الاطر اللي بدنا نتحدث فيها اطر اوسع من هيك. في عندنا استحداث اقسام. احنا اجينا ما لقيناش قسم للبيئه، ما فيش قسم للاسواق، ما فيش قسم للصحه والسلامه العامه، ما فيش عندنا قسم لتمكين المراه او للمراه والشباب، ما فيش عندنا قسم للشق الثقافي، ما فيش عندنا احنا في عندنا حدا بيشتغل على الرقعه والمطب واللمبه والحاوي وبس. احنا الان قاعدين بنمأسس بهاي المؤسسه بحيث نستحدث فيها اقسام، نجيب مهندس يشتغل بالقسم هذا وبالقسم هذا حتى تتفعل كل التطبيقات الموجودة بالبلدية، وتكون البلدية قادرة على أن تتعاطى وتتعامل مع كل مستجد، مع كل شيء، مع كل طلب مناط بالبلدية تحقيقه وإنجازه وكل خدمة تقديمها بأمانة واقتدار. إحنا الآن بنشتغل في عندنا فريق من المساحة برصد قاعد الأحواض اللي مش داخل التنظيم، وبنزل بيعمل رفع مساحي وبنزل البيوت، وفي فريق بنزل الشوارع تمهيدا انه نسوي لنا برنامج كبير مشان ادخال هذه الاحواض داخل حدود التنظيم، لانه احنا اقل من 27% من مساحه اراضينا اللي داخل التنظيم، والباقي كلياته خارج التنظيم، مما يرتب استحقاقات على مواطنينا. انه انت لما بدك تعمر دار لابنك لازم يكون عندك 3600 متر مشان تقدر تعمر له 200 متر، لانه بدك انت ارتدادات 15 ب 15 ب 15 ب 15 مشان يسمحوا لك. اما لو دخل التنظيم بتقدر انت تعمر ال 200 متر بمساحه ارض 350 متر. اللي بدي اقول انه احنا جادين في التاهيل والتدريب والتوظيف، احنا جادين في ضبط النفقات، احنا جادين في استجلاب الاستثمارات. في عندنا رؤيه لان تكون 2023 ومنتصف 2024 عام الاستثمار. وضعنا الدراسات اللازمه لانشاء مدينه حرفيه ولم البنشرجيه والميكانيكيه والحدادين والنجارين في مدينه صناعيه حرفيه مساحتها 20 دنم صديقه للبيئه، من السقف وتحت مصانع وحرف، ومن السقف وفوق الواح لتوليد الطاقة الشمسية، لأنه حتى ال 420,000 اللي قاعدين ندفعهم مشان إنارة الشوارع وإنارة المؤسسات اللي عندنا بدنا نوصل فاتورتهم إلى صفر إذا أنشأنا محطة لتوليد الطاقة بقدرة 2 ميجا.
2 ميجا تسكر، بدها 20 دنم. سقوف المحلات هاي اللي بدنا نسويها كراجات، من فوق بتصير تولد كهرباء، ومن تحت بتصير تشتغل كراجات وصناعات. أهم ما في الموضوع إنه إحنا اجتهدنا وضغطنا وتابعنا مشروع الصرف الصحي الذي بلغت كلفته 110 ملايين يورو. وانتم بتعرفوا إنه إحنا عندنا دولة ما عندها مانع تودي أي رصيد من إلى. تم ترصيد 43 مليون دينار برصيد المشروع، تم طرح 3 بقج، 3 حزم ماشي، ما عدا كفر يوبا وكفر أسد حزمتين، والباقي تم. بيت يافا نزل عطاء وباشر العمل، هام جمحة جدجين زحر تفرحتة العمل فيها جاري. ظل عندنا حزمة في غرب إربد اللي هي كفر يوبا، وجاية هاي كفر يوبا جاية في صيف هذا العام مطروح عطائها 100%. وما تبقى من سوم، لأنه سوم فيها صرف صحي بس مش كلها، وناطي فيها صرف صحي بس مش كلها، ودوقرة فيها صرف صحي بس مش كلها. مش كلها مع كفر يوبا بدها تنضم بقج يصل إلى 24 مليون تقريبا، الكلفة التقديرية 24 مليون. وباشر مشروع الصرف الصحي، وهذا مشروع عملاق على مستوى الوطن. لما تتحدث انت عن 110 ملايين، الامر مش سهل في دوله مرات بعسرها المليون دينار. 110 ملايين دينار. احنا اهم ما في الموضوع انه احنا جادين في المضي قدما، نصطدم احنا والناس كثير، بعدهم متعودين انه تناولوا اذن الاشغال من الشباك. اذن الاشغال صارت تسعيرته قديش يا سيدي صالح؟ 5 سنوات ونص حكم اللي بيعطي اذن اشغال مزور. 5 سنوات ونص. عندنا قرار حكم صادر عن المحكمة 31/12/2022 بحق واحد زور بس اذن اشغال واحد ب5 سنوات ونص من الاشغال الشاقة ماشي. احنا جادين في ان طبعا للاسف انه احنا اجينا ندخل على جائزة البلدية رقم 1، وجدتنا لجنة وهاي الدكتور جاد الله والشباب موجودين. احنا الموجودين هسه بنقدر ناخذ الجائزة رقم 1، بس لانهم سالونا عن اوراق بال 2021 و20 و19 و18 ما لقيناش ورقه. بتصدقوا انه بلديه من 2001 مندمجه ل 2023 ما فيش عندها مره وزنه للنفايات اليوم. هسه ما بندريش انه كابساتنا بقت تتحمل نفايات ولا تروح وتيجي على الاكيدر فاضيه. قديش كان هذا يودي؟ مش لازم هسه كل كابسه بتروح على الاكيدر بتجيب وزنه. انت حمولتك 13 طن، اذا جبت اقل من 12 طن بقطع راسك لانك انت رايح فاضي ماشي. لازم تشيل 13 طن مشان ما نروحش رايحين جايين نصرف ديزل ونصرف وقت على الفاضي، مشان تكون الامور تمام 100%. عززنا الرقابه، عززنا المناطق، عملنا صيانه زادت عن 60,000 دينار للمواقع تبعات البلديه، بلديه كفر يوبا، بلديه سوم، بلديه جدجين، بلديه كذا، والامور ماشيه في ان يطال وتطال هاي الصيانه كل المناطق. احنا جادين بالعمل بالاتجاهات السته بكل الصعد. احنا جادين بتكريس منهج جديد. احنا جادين بان نقدم الخدمات المستحقه ضمن الاولويات وضمن الامكانيات. ونحن بحاجه الى توفيق الله سبحانه وتعالى ورعايته، ثم الى دعم الشرفاء. شكرا لكم على حسن الاصغاء وحسن الاستماع، شكرا على الضيافه، شكرا على هذه الدعوه، وبارك الله بكم، وانا جاهز للاستجواب. سمعنا الانجازات العظيمه اللي عملتوها والامور الهيكله اللي سويتوها، بس احنا بدنا منك دراسه بعد الايام الجايه مع الدراسات اللي عملتوها وحليتوا المشاكل في الاراضي داخل التنظيم، خارج حدود البلد وداخل حدود البلد خارج التنظيم يكون فيها شواهد. لان لما بنراجع وزاره الاشغال يقول لك روح على البلدي، تيجي على البلدي مقوماتها على ما كانت تعبانه، ما فيش كرافات، فيش يعني انا كمواطن
الانجازات هاي بتخصك كرئيس بلديه واقيم الوزن بالقسط ولا تخص شيخ بتخصني، طول بالك يا يوسف، طول بالك. النظافه بتخصك انت، والاناره بتخصك انت، وعدم الترهل الماء الاداري بتخصك انت، وضبط الانفاق معناته بينعكس عليك خدمات بتخصك انت. انا ما بتخصني، لا انا التعن شاهدي بس. فضيلة الشيخ انا جلطتين وقسطره وضغط سكر باول سنه. هذا مجالي، شو جاب يعني؟ هذا الانجاز مشكور فيه. هذول المسؤول عنه يسال الملك عبد الله، مستشفى الملك عبد الله بقول لك اياه. يا عمي يا شيخ هلا خلص افك المايكات. لا انا بقول لك يا شيخ انت الانجازات اللي عملت كثر خير، حل المشاكل كثر خير، بس انا كمواطن الان بعام 2023 بيهمني اني اصل ارضي، اصل بيتي. انا ساكن بحاره عرض الشارع 290 سم. طيب الان بدي اعمل واطلع من 290 سم، باجي على البلديه ان شاء الله خير ان شاء الله خير. الان لما انت بتعمل الدراسات حليت المشاكل السابقه، نتمنى منك انك تحل المشاكل اللي احنا بنعاني بها الان كمواطن. يا سيدي، يا سيدي الكريم، جزاك الله خير. يعني ما بتقولش تردي حالي حط انجاز. ارجو ان يكون الطلب واقعي يتماشى ويتناسب مع الامكانات. ترى انا مش رئيس بلديه نيويورك ومقصر، انا رئيس بلديه مصنفه ضمن معايير قياس الاداء ضمن معايير قياس الاداء المؤسسي المعتمد في وزاره تطوير القطاع العام. بلديه غرب اربد كانت من أسوأ 5 بلديات بالاردن، رقمنا 96 من 100، يعني في 95 بلديه قدامنا، احنا الان قفزنا الى ال5 الاول. احنا الان بدي اقول لك سلافه، اذا بتروح على وزاره الاداره المحليه وتسالهم بتقول لهم اي احسن بلديه بالاردن الان، بيقول لك غرب اربد، لانه وزير الاداره المحليه نادى رئيس بلديه معان دكتور، وهذا عنده مصنع ومتعثر زي مصنعنا سابقا، وقال له بتروح على غرب اربد وبتتعلم كيف الاداره وكيف الشغل، واجى لعندنا وقعد عندنا يوم هو مهندسينه وتعلم الاداره وتعلم الشغل. بمعنى انه احنا لا نستطيع ان نخرج من بين الركام ونسوي باريس. احنا في عندنا امكانيات، احنا في عندنا قدرات. احنا وزعنا 3200 قلاب بيسكوتس ولا واحد طمنا في تسويه، في حين آلاف القلابات راحت على التساوي. احنا شغلنا آلياتنا ولا واحد فتنا على حاكورته وحفرنا له دار ولا حفرنا له جوره واخذنا منه اجار. احنا لا اجرنا قلاب ولا اجرنا مدحله ولا اجرنا جرافه. وانا اتحدى ان يكون واحد اعطى موظف من موظفينا من 24/3/2022 للان اعطاه دينارا واحد، اتحدى، في حين انا ببين لك انه كل الناس كانوا يعطوا، ما كان موظف يرد عليك غير لما بتعطيه. صح يا سيدي؟ هذا ايضا انجاز على الارض وعلى الطريق يا سيدي. احنا جادين ضمن امكانياتنا، احنا بنتمدد ضمن امكانياتنا. انت لما بكون معك 4000 ليره ما بتروح تسوق من مرسيدس من عند القرشي، بتروح على الحراجي اللي عند المدينه الصناعيه تطقطق لك، تشوف لك واحد سياره من 2006 وجاي. اما اذا بكون معك دفتر الشيكات ملان بتروح على القرشي بتقول هاي بيش، بقول لك 156,000 حقها. احنا نشتغل ضمن امكانياتنا. احنا الان طرقنا باب وزيره، انا رحت على وزيره التخطيط مرتين، وعلى شحاده ابو هديه برئيس مجلس اداره الفوسفات مرتين، وعلى وزير البلديات 10 مرات، وعلى كل الوزارات ماشي. واحنا بنطرق ابواب المنظمات. اليوم كانت عندنا منظمه دوليه بنسولف احنا وياهم عن موضوع الدعم. احنا نطرق جميع الابواب لانه احنا عندنا مشاريع مست الحاجه الى انجازها. احنا الان بدنا نجيب حسبه للوحدات، حسبة مركزية لغرب أربد والطيبة والكورة والوسطية والغور ماشي، لأنه الحسبة بدها تروح على النعيمة. إحنا الآن بدنا نساوي مسلخ مشان هذول اللي مقلعطيننا بالحلال اللي حاطينه على قدام المحلات. إحنا الآن بدنا نجيب كلية مجتمع متوسطة إحنا 1,000,000 إنسان يا شيخ بالكورة والغور والطيبة والوسطية وغرب أربد 1,000,000 إنسان، ما فيش عندنا كلية مجتمع. في حين إحدى أو بعض المحافظات اللي عدد سكانها أقل من عدد سكان لواء غرب أربد، منطقة غرب أربد اللي بدون لواء فيها جامعة و4 كليات، فيها جامعة و4 كليات، وإحنا عندنا لا جامعة ولا كليات. أستاذ إحنا في غرب أربد كل شيء ما عندنا، إحنا ما عندنا شيء.
ما عندنا شيء. يا شيخ واعطيني انا اسمع، انا بدي اطلب منك تعطيني شارع واحد، انا لما بناقشك بدي تعطيني شارع واحد طوله 10 امتار وعرضه مترين ونشئ حسب الاصول. يا شيخ شارع واحد. انا بناقشك مش بصدى لا سمح الله يكون في شيء، انا بناقشك لانه الميزات والعمل بظهر. والله يعطيك العافيه، زي ما حكيت بالاول هذا واجب. طول بس عمرك. الموضوع احنا نطلب منك الانجازات اللي انا كمواطن فقير تعبان على باب الله انك تفزع لي فيها. ان شاء الله البيت ان شاء الله. الامكانيات ضعيفه، النظافه تحسنت، الاناره تغيرت، الامور كويسه إن شاء الله. ما بخليكش في البيت يا دبي، الشوارع لو بدك تزف الترافي عندك صرف صحي على الفاضي، بس انا بطلب منك كرئيس بلدي اعمل الدراسه، حليت مشاكل كثير، تعمل دراسه للاراضي داخل التنظيم خارج حدود البلديه بالامكانيات اذا في مجال تساعد الناس. ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. واضح القصه يا يوسف، موتتني محمود لازم واضح القصه. انا مستوعب، انا قاعد بقول لك اي شيء ضمن امكانيات احنا ما عندنا مشكله، بس بيجي واحد بقول والله انا عندي زيتونات كيلو ونص بدهن، تحسب انه بده 160 قلاب. كيف يعني 160 قلاب؟ اثنين، احنا استلمنا شوارع يا اخوان محطوطه 2 سم الزفتة على التراب. اللي بده يجاوبني يرفع ايده، اللي بده يجاوبني يرفع ايده، ماشي؟ احنا استلمنا، اقول لك انا قاعد بقول لك اعطيني مساحه زفته من هون وعندك، بس بعرض مترين مزفته حسب الاصول. احنا الان بنزفت ضمن مشروع الام جي 2 اللي هي منحه من البنك الدولي ب 340,000 دينار، وروح شوف الشوارع اللي قاعدين يساويها. اثنين، احنا انشانا الان شارع ب 200,000 دينار اللي بفوت على البلديه، لانه البلديه انحطت هناك والله ما بدري بتخدم مين. هي لبيت يافا، هي لكفر يوبا، احنا بعيدين عن كل الناس. اللي رحلوا من الغور. احنا بعيدين عن كل الناس. بتعرف قديش كلفتنا البلديه الجديده؟ كلفتنا 200,000 دينار طريق، و36,000 دينار تعويض الزيتون للناس، و25,000 دينار كهرباء، و71,152 دينار مي، و15,000 دينار نت. سبل يا شيخ، سبل. رغم هذا والذي ظلينا بعيدين عن كل الناس. اي واحد بده يجي علينا بده يطلب باص بليرتين او ما عندوش سياره بقدرش يصل علينا، لانه احنا بعيدين عن اي شارع رئيسي اكثر من كيلو. طيب تصور واحد رجل كبير بالسن او واحد مريض او ست بدها تراجع البلديه، ها؟ لكننا جادون في استغلال كل دينار انصرف على البلديات من اجل ايش؟ من اجل ان نمكن المواطن من الحصول على الخدمه. صارت البلديه امورها كويسه الحمد لله، والطريق واصل إلها بفضل الله، والنت واصل إلها، والمي بدناش اياها ب 71,000 ليره بنجيب تنكات، ها؟ والامور كويسه. احنا عندنا مشاريع، عندنا رؤى، عندنا تصورات. احنا بنينا انجازنا على هذا الانجاز، مرات في تراكم، جاءت الانجاز متراكم، ومرات بدون تراكم. احنا خلقنا وضع اللي بدي اقوله انه احنا ناويين نكمل هاي الدوره باذن الله تعالى بنفس القوه ونفس العزم ونفس العزيمه حتى ننجز مشروعنا نحدث نقله نوعيه بالاداء والتميز والعطاء والاداره في هاي المؤسسه، حتى نمكن المره الجايه بس الاكفاء من انهم يروحوا لها، لانه مش اكفاء ثبت انه لا بنفعك ولا بنفع حالك. تفضل. مدخل بيت يافا الجنوبي مأساوي جدا، يعني يصير عليه حوادث كثير بين وبين يعني هذا الشيء لكن مش سهل، وروح بها ارواح شباب يعني مش منطق، والطلبات برضه ما بعيد وضع زياده. وليش مدخل بيت يافا الشمالي احسن؟ والله يصير لا، بس صار ما بصير بمشاكل غيرها. والله ما بصير يا سيدي يعني احنا ما فيش بالاسبوع بصير مشكلتين. احنا الان اجينا على المدخل لقيناه مظلم فقضيناه. يعطيك العافيه. ماشي. الان احنا بصدد وضع دراسه للمدخلين. القوسه هاي بدنا نقيمها، هاي القوسه لانه دقرن فيها سيارتين وهزنها واصبحت تشكل خطر على السلام العام بموجب تقارير هندسيه اصوليه. وبتقديري انه ابلغني الاستاذ المحامي صالح مهدات قبل كم من يوم بانه لجنه من المحكمه كشفت
كشف مستعجل تمهيدا لإصدار أمر قضائي بإزالتها، بس نزيلها بدنا ننزل الشارع هذا من قبل القوسي، يبدأ ينزل نزولا مسحورا شوي شوي تم انه يستقر تحت، رغم انه للأسف الكيرف اللي تحت انباع، الفضلة انباعت. نرجع نستملك، بعنا المتر ب3 ليرات، هسه نستملكه ب 400. جادين ونساوي دوار. وين المسجد اللي عند المقبرة ببيت يافا؟ نساوي دوار، لأنه اللي نازل من فوق واللي جاي من هون هاي منطقة تنذر بحوادث. اليوم بلغنا مهندس انه يطلع ومساحين يوم السبت راح يجوا مساحين على بيت يافا يعملوا رفع مساحي للمنطقة مشان تمهيدا لإنشاء دوار هناك، مشان على الأقل يضبط إيقاع المرور اللي جاي من فوق واللي جاي من عند المسجد واللي جاي من القرية القديمة واللي فايت على المدخل، انه يلتقي هناك فيه شوارع 4 تلتقي الدوار مشان الناس تهدي تمشي شوي شوي، ونظبط المدخل الأمامي والمدخل الخلفي ماشي. والشو اللي راح نقدر نسويه راح نسويه، رغم انه في كثير ناس معملين بالشارع مع خبر. صح؟ صحيح. مو كانوا بس يلاقوا شارع، بس يسمع انه في شارع هون يروح عمر دارين فيه. هسه جماعة شو من قامل الزيتونات؟ شيخ لو سمحت إذا تفضل، جهودكم مشكورة وشغلكم والله واضح للعيان، والله يعطيكم العافية. احنا ما بنقدر نكافئكم، لكن اجركم على رب العالمين. مشكلتي اللي بدي اعرضها قد تكون مشكلة فيها خصوصية شوية. انا عمر الدار مثلا على سبيل المثال في بيت يافون داخل تنظيم، لكن مثلا ابوي يتوفى من الدنيا الله يرحمه كان امنيته انه يفوت داري ويجي يشفوتها لانه ما لهاش شارع. الجهود الخيريين من امثال ابو محمد فتحنا شارع اللي هو اللي فوقيه بير شحينه، فتحنا الشارع بشق الانفس وانبسطنا على الشارع كثير، كيفنا عليه. بعدين لحتى نكتشف انه الشارع صار مأساة علينا وتمنينا لو انه ما انفتحش. شو الاسباب؟ الاسباب انه الشارع بخدم كم دار داخل حدود التنظيم، بخدم بجوز 10 دور فقط اللي معمرين هناك، لكن الشارع مظلم جدا، صار مرتع للسكرجيه والهمل، لدرجه انه وجد فيه لقاط. في عمدان كهرباء؟ لا اطلاقا ما في ولا عمود، لدرجه انه وجد فيه لقاط. مرسوم الشارع. لا يا سيدي، كيف شارع داخل حدود التنظيم كانه مرسوم داخل حدود التنظيم، لقاط انوجد بالشارع. اكثر من هيك الشرط دائما انا بعاني. رجاك اطلب مني اللي بقدر عليه. قسما بالله الشارع هذا اللي تصير فيه مصيبه تتحدث فيها اجيال. هسه انا ما معادسه. الشارع داخل التنظيم. تفضل يا شباب الله يمسيكم خير جميعا. خلينا نحكي كلمتين ونمشي. الله يسعد مساكسي، يعطيك العافيه ويجزيك الخير على الانجازات اللي شرحتوا. كثر خيرك اول شيء، بعد كده رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. شيخ انت حكيت عن الانجازات وابدعت. هسه الفساد اللي صار والناس اللي دمرت والناس اللي اساءت، وين دورها؟ وين دوركم انتم كناس لقيتوا فساد، لقيتوا شغلات، وين دوركم؟ استاذ نعم سيدي. بدك ايانا نمشي لقدام ولا لورا؟ والله نمشي لقدام، وهاي اول خطوه. هي ايش بدك ايانا لورا نروح؟ هي ايش بدنا ندش لقدام ونصير ننبش على ورا. عشان ما تنسانش بعدين شيخ. بدي اترجاك، انا انسان؟ لا عشان انك انت مع انا يا سيدي امبارح بقيت مطلوب للفساد. نعم. على قصه بجمعه سنه 82 91. ماشي؟ هسه كل شاب علق بعرضه. شفت انا كيف جاوبت الزلمه هذا؟ مش ما بستحيش منه، بتعرف ليش؟ لانه انا مش مستعد اروح على الجويده، روح هو. والله اروح قريب. والله غير اذبح لي واحد بالشارع. انا مش مستعد. انا مش مستعد اخالف النظام والقانون، ماشي؟ انا مستعد ان اقدم كل امكانياتي، مستعد ان اتعاطى مع كل امكانياتي، ما عندي مشكله. هسه التنبيش يعني انا مش منهجي ولا مذهبي ولا طريقتي. واسمع، حتى يعني النبش سولافي مش احنا نبشناها، نبشت علينا، هي كانت بتنبش علينا بس راحت على غيرنا، ماشي؟ صار في عليها سواليف وقصص. احنا يا سيدي مش بصدد محاسبة الناس، ماشي الحال؟ الا في الاطر اللي احنا الان بنتاذى بسببها.
اما نيجي والله نقول فلان بقى رئيس بلديه يجيبوا ملف وتعالوا نبشوا، احنا لا بدنا ننبش ولا بدنا نفتح ولا بدنا شيء. الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، الله بيحاسب الناس. احنا جايين مشان ننجز مشروع، احنا جايين رسالتنا المحبه، احنا ما بدناش نأذي حدا، بدناش نسيء لحدا، احنا بدنا نخدم الناس، بدنا نرتقي بخدماتنا، بدنا ينصب كل ذهننا لقدام، بدناش نرجع لورا. سؤال ثاني بسيط. تفضل. مدخل بيت يافا الذي القوسي، هل تم انشائها وتهجير على حساب البلديه او على حساب شخص معين في بيت يافا؟ ممكن تعيد سؤالك بالله؟ مدخل بيت يافا اللي هي القوسي، رصاصات حجر وزبر ومرمى، حساب مين صار؟ حساب شخص معين ولا حساب البلديه؟ ترميم وتلبيس قوسة بيت يافا تمت على حساب بلدية غرب أربد بكلفة بتقديري تجاوزت 4500 دينار. تم دفعهن من صندوق البلدية، والمعاملة عندنا من A to Z بموجب مناقصة. ولما انكتب عليها هدية، رئيس البلدية السابق قال قيموا كلمة الهدية واخذوا الشك، أو ما فيه الشك لأنها هدية. فانقامت كلمة الهدية واندفع الشك، ودفع 4500 دينار من صندوق البلدية بدل تلبيس القوسة هاي بالطريقة اللي ملبستها. حياك. تفضل. احنا عندنا شارع قطع 12 زيتوني و12 لوز. فتحوه بالجراره هيك، بس بنتمنى انه يكمل الشارع، لانه في معارضه من جيراننا على الشارع ما فتحوا بالضبط. جربوا الزيتون تبعنا واللوز تبعنا وما فتح الشارع. وين مدير منطقة بيت يافا؟ وقدمنا جيت عندك على المكتب وقدمنا على البلديه ممكن يطلعوا ويشوفوه. طيب يا صديقي، احنا ورثنا عن الاباء والاجداد جرافه واحده مكسوره فقدتها، بدها 39,000 ليره، صار لها 100 يوم مرميه بعمان. النيه انه بعد 3 ايام بتيجي النيه ماشي، لانه حقها 183,000 معناش 183، بس تيجي الجرافه بودي لك اياها ما لم يكن هناك